اهلا بيكم، انا ياسمين. هتكلم معاكم النهارده عن موضوع مهم جدا، ولاني ما بحبش التطويل في الفيديوهات زي ما معظم الناس بتعمل وتفضل تقول اي كلام في المقدمه عشان تطول وقت الفيديو. انا هخش معاكم في الموضوع على طول. هحاول ان انا اخلي الفيديو تلقائي جدا، كأنك بالظبط بتتكلم مع حد صاحبك، علشان اشرح لك بطريقه سهله. الفيديو ده مبدئيا موجه للناس اللي ما تعرفش اي حاجة عن اليوتيوب ولسه بتبدأ تفكر انها تنزل فيديوهات وتعمل محتوى. اول حاجة بيفكروا فيها الموضوع هيبدأ ازاي، وايه هي الشروط اللي اليوتيوب بيطلبها منك علشان تفعل الارباح، ولما هتيجي تنزل الفيديوهات هيكون شكلها عامل ازاي عشان تتشاف اكتر. وخلينا نبدأ من الاول خالص. وطبعا اول حاجة انت هتكون محتاجها هي ان انت تعمل قناة. وطبعا بما انك بتتفرج عليا على يوتيوب فالموضوع مش صعب خالص ان انت تطلع على الصفحة الرئيسية وتفضل تدور على كلمة انشاء قناة، بتلاقيها بكل سهولة. بيطلب منك تدخل الاسم اللي انت عايزه يكون للقناة دي، وبيطلب منك تدخل صورة. لو انت عندك صورة حطها، لو انت ما عندكش روح لشات جي بي تي قوله ان انت عايز تسمي القناة بتاعتك whatever اي حاجة، تمام، وقوله ان انت عايز تحط الاسم ده على صورة كذا، هو هيقوم عامل لك الصورة بالاسم. وفتحنا القناة والموضوع اسهل ما يكون، ودي اسهل خطوة في الموضوع. بعد ما فتحت قناتك اهم حاجة تعملها لازم تروح تفعل ميزة التحقق بخطوتين، ودي ميزة مهمة جدا بتأمن حسابك في حالة الاختراق. هتفتح يوتيوب وتروح على الاعدادات وتدور على كلمة الامان وتدخل تدخل رقم تليفونك، وهيجيلك رسالة تأكد بيها ان انت صاحب الحساب. كده احنا فتحنا الحساب، عملنا خطوة التحقق. نركز بقى في الشروط اللي اليوتيوب طالبها علشان نعرف نفعل الارباح. خليني اقولك الشروط الاول وبعدين نتناقش فيها. اول حاجة اليوتيوب بيطلب 4000 ساعة مشاهدة على الفيديوهات الطويلة، و1000 مشترك او 1000 مشترك و10 مليون مشاهدة على الفيديوهات القصيرة. واغلب اليوتيوبرز بيختاروا ان هم يعملوا 40,000 ساعة مشاهدة ويجيبوا 1000 مشترك. وده ليه؟ لان بمنتهى البساطة انت لو نزلت فيديو عبارة عن 15 دقيقة شافوا 30,000 شخص للآخر، ده معناه ان انت حققت الهدف. خليني اقولك انك توصل لأول 100 مشترك وأول 100 مشاهدة دي حاجة صعبة جدا، وانك تعمل برضو 10 مليون مشاهدة من الفيديوهات القصيرة دي برضو حاجة صعبة. احنا كل ده ما تكلمناش على نوع المحتوى اللي انت هتعمله، احنا كل ده بنتكلم في الشروط اللي اليوتيوب بيطلبها منك علشان تفعل الارباح. وده لان نوع المحتوى ده شيء خاص بيك، وما تسمعش كلام اي حد بيرشح لك محتوى او بيقولك المحتوى ده لا، لانك ببساطة ممكن تعمل من محتوى ميت محتوى حلو جدا. في ناس عندها كرياتيفيتي ان هي تعمل حاجات تحفة. اهم حاجة في الموضوع ان انت تكون حابب بس اللي انت بتعمله، لان الموضوع ممكن يحتاج وقت طويل، ولو انت مش بتحب الحاجة اللي بتعملها هتزهق بسرعة، خصوصا لو ما لقيتش رد فعل ايجابي على الفيديوهات بتاعتك. المهم نرجع لموضوع تحقيق الشروط. هنتكلم الاول عن الخطة اللي انت هتمشي بيها في تنزيل الفيديوهات، وبعد كده هنتكلم عن شكل الفيديوهات. علشان تنزل فيديوهات وتتشاف بيكون الاحسن ليك ان انت تبدأ بالفيديوهات القصيرة، بالشورتس. بتنزل فيديوهات كتير، الفيديوهات دي بتجيب لك مشاهدات كتير جدا، يعني اقل حاجة الفيديو الواحد هيجيب لك 1000 تعملها بطريقة جذابة علشان تقدر تجيب مشاهدات وكمان متابعين. وبعد وقت هتقدر ان انت لما تنزل فيديو طويل على قناتك يجيب مشاهدات بكل سهولة، لان انت بالفعل هيبقى عندك متابعين جولك من الشورتس. خلينا دلوقتي نتكلم عن الفيديوهات الطويلة. بعد ما بتخلص الفيديو بتاعك وبتظبطه وبتعمله مونتاج وبتضيف الصوت عليه، لازم تظبط صورة مصغرة. ولو انت ما بتعرفش ما فيهاش اي مشكلة خالص، انت تقدر ان انت تفتح شات جي بي تي وتبعت له محتوى الفيديو بتاعك وصورة بتعبر عن الفيديو، وهو هيكرييت ليك صورة مصغرة تقدر ان هي تجذب انتباه اي حد ان هو يفتح الفيديو. طبعا عنوان الفيديو لازم يكون جذاب، احنا بنشوف عناوين الفيديوهات اللي على اليوتيوب بتخليك عايز تفتح الفيديو دلوقتي تشوف هما بيقولوا ايه، بس هي عناوين بتكون مريبة شوية. قلدها، يعني اعمل زيها. ولو مش عارف ان انت تعمل زيها عادي جدا، شات جي بي تي ما قصرش خالص، تقدر ان انت تروح برضو تقوله على فكرة الفيديو اللي انت بتعمله وهو هيعمل لك عنوان يشد اي حد. ده بالنسبة للفيديوهات الطويلة. اما بالنسبة للشورتس بقى، فانت تقدر ان انت تضيف للفيديو القصير بتاعك حاجة زي استطلاع رأي، حاجة زي سؤال وإجابة، بتخلي فيه تفاعل على الفيديو وتعرف مين بيشوفه
لو انت ما بيحصلش عندك كومنتات كتير، سواء بقى في الفيديو الطويل او الفيديو القصير، فانت لازم او من الافضل يعني ان انت تضيف كلمة اشتركوا في القناة في اخر الفيديو عشان تفكر الناس ان هم يعملوا لك اشتراك، وده بيجيب نتيجة. حاجة حاول تعمل هاشتاج خاص بيك انت بس، وحاول تضيف وصف لقناتك يكون كويس. وطبعا لو مش عارف، شات جي بي تي هيقدر ان هو يعمل لك وصف كويس جدا. انت لحد هنا فهمت انت المفروض تعمل ايه. هتفتح قناة، هتنزل فيديوهات قصيرة، هتنزل فيديوهات طويلة، هتعمل الوصف ازاي، هتحط هاشتاجات ايه، هتحط صورة مصغرة، هتظبط الدنيا كلها. ماشي لحد هنا تمام. جينا بقى وانت حققت الهدف وعملت 40,000 ساعة مشاهدة وجبت 1000 مشترك، هتروح تنزل الابليكيشن ده، هتفتحه وتقدم منه طلب تحقيق الربح. هيظهر لك انك مستوفي الشروط، وهتبدأ ان انت تقدم، وهتعمل موافقة على شروط برنامج شركاء يوتيوب، وهتربط حسابك بالقناة، ويوتيوب هيبدأ ان هو يراجع قناتك من يومين لأسبوع. وبعد الموافقة هتظهر لك الإعلانات، وهتقدر ان انت كمان تحطها على الفيديوهات القديمة، تحطها في نص الفيديو، في أوله وفي آخره، تحطها على الفيديوهات الجديدة وكمان الفيديوهات القديمة. دلوقتي خلينا نتكلم عن الربح اللي انت بتكسبه من عدد المشاهدات. أول حاجة، أنا مقدرش أحطلك رقم معين، ولكن خليني أقولك ان على كل 1000 مشاهدة من نص دولار ل3 دولار، وده بيعتمد على عدد الاعلانات اللي انت حاططها على كل فيديو، وعلى البلد اللي انت عايش فيها. وطبعا لما هتيجي تاخد الفلوس دي هتاخدها بعملة بلدك. انا كده خلصت. لو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب.